مع احترامي الشديد للمدير الفني لنادي المولوديه خالد بن يحيى اللي هو سايب فريقه وبيتكلم على مباراه يانج افريكانز ضد نادي الهلال. احنا قلنا مع احترامنا الشديد لنادي المولوديه اللي بنتمنى له يفوز على يانج افريكانز ويصعد لدور الثمانيه، ونتمنى لهم كل خير بما انهم فريق عربي، نتمنى له يوصل لدور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. انت دلوقتي عندك مباراه مهمه قدام يانج افريكانز، ما تقولش احنا مش مهتمين ان هو فاز على نادي الهلال السوداني، نادي الهلال السوداني اللي هو كسب بسهوله ومش كسب بسهوله، وكنا متوقعين ان هو يفوز على الهلال السوداني، ودي حاجه ما تخوفناش ودي حاجه مش عارف ايه. انا بقول لك ومتاكد من كلامي ان نادي الهلال السوداني ما فوتش الماتش، ومستحيل نادي الهلال السوداني يفوت الماتش زي دوت ليانج افريكانز ولا الكلام دوت. ده مش مبدا السودانيين ولا مبدا نادي الهلال السوداني اللي عاهدناه دايما بيكون معانا في دوري ابطال افريقيا، مش ده مبداه ابدا. فانت ما خلاص بقى انسى حته الهلال السوداني ده، وفكر في فريقك انت اللي هيلاعب يانج افريكانز اللي هو محتاج على الاقل التعادل او الفوز. انت ليه بتحط مبررات وكلام فارغ وهنعمل وهنسوي؟ الكلام ده كله ما بياكلش عيش، غير الملعب هو اللي بياكل عيش يا سياده مدير الفني لنادي مولوديه الجزائر. فبعد اذنك شيل الهلال السوداني من دماغك لحد ما توصل للدور الثمانيه، عشان توصل للدور الثمانيه لو انت عايز توصل. اذا قلنا على الهلال فريق عادي عشان خسر من يانج افريكانز، فانت كمان فريق عادي عشان الهلال السوداني طرقعك في الجزائر، كسبك في الجزائر او طرقعك، ما لهاش حل تاني. انت اتطرقعت من الهلال وخسرت، فانت مش مالكش عين انك تتكلم، ولعبت ماتش تاني قلنا هتكسب، اتعادلت 1-1 وخدت ليه موقف المولوديه اسفت. فانت مالكش حجه دلوقتي ومالكش كلام ومالكش عين تتكلم غير لما تكسب يانج افريكانز. وكمان برضو الهلال كسبك، ما ننساش دي. في الهلال حتى لو كان فريق عادي وفريق ضعيف زي ما انت بتقول، فالهلال طرقعك في الجزائر. بعد اذنك اهتم بفريقك اللي هو المولوديه الجزائر قبل ماتش المهم جدا بكره.